بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير أو مساء الخير فين ما كنتم في الكون. احنا دايما نقول لكم الصدمات بتقوي، الوجع بيقوي، الخذلان بيقوي، الفقدان بيقوي. الحقيقة لا، الحاجات دي كلها بتوجع وبتكسر. كل مرة بنتعرض فيها لموقف من الخذلان، من الفقد، من خيبة الأمل، من حاجات كتير قوي بتكسر حاجة جوانا، وهي دي اللي بيسموها التجارب والخبرة. فحكاية إن الحاجات دي بتقوي مش حقيقي خالص. الحقيقة بقى هي ايه؟ انه الاوجاع دي لو قدرنا نتعافى منها، هو ده بقى اللي بيقوي، مش الصدمات في حد ذاتها. لا، الصدمة بتكسر وبتكسر قوي، ولكن التعافي وتجاوز هذه الصدمات هو ده اللي بيقوي بجد. هو ده اللي بيعتبر درس، هو ده اللي بيعتبر تجربة خدنا منها خبرة. فالتعافي هو ده اللي بيقوينا. في قصة لطيفة جدا يعني قريتها، انه في احد القرى اليابانية الآنية الخزفية لما بتتكسر بيلحموها بذهب، فبالتالي قيمتها بتزيد. فتخيل انه آنية مليانة بقى شروخ ومليانة كسور، كل ما كانت الكسور دي اكتر وكل ما كانت الشروخ دي اكتر، فاللحمات الذهب كانت اكتر، فالذهب فيها كان اكتر، فبالتالي بتبقى قيمتها اكبر. نفس القصة على فكرة البشر، كل ما كانت تجاربنا اكتر وقدرنا نتعافى ونتقبلها ونتعافى منها ونتعامل معاها، كل ما كانت خبراتنا اكتر. وطبعا كل ما كانت خبراتنا اكتر، كل ما كانت قيمتنا في الحياة اكبر واقوى، ولينا ثقل، ولينا وجهات نظر ثاقبة. هي دي الفكرة كلها، انه احنا لازم نعرف كويس قوي انه ايوه الصدمات بتوجع، كل الحاجات الوحشة دي، كل الحاجات السلبية دي بتكسر فينا حتت، ولكن الكسور دي لو قدرنا نعملها بالذهب اللي هو نتعافى منها، فقيمتنا هتزيد وهيبقى عندنا قوة أكتر وخبرة أكتر، وبالتالي حياتنا هتبقى سكر. طيب في سؤال ممكن تقولولي، طب نتعافى ازاي؟ في الفيديو الجاي ان شاء الله اقول لكم شوية حاجات تساعدنا على التعافي من الصدمات المختلفة، علشان برضو حياتنا تبقى سكر. معاكم سكرة التنمية البشرية هالة سكر. ما تنسوش سبسكرايب ولايك ويا ريت شير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.